احتضنت مدينة مراكش اليوم النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المنظمة من طرف وكالة التنمية القروية بحضور وزير الفلاحة محمد صديقي وبمشاركة العديد من المجموعات والتعاونيات خاصة النسائية منها. تفاصيل في سياق ريبورتاج عبد الصمد وحمود وأيوب وادي. بمشاركة أزيد من 1200 منتجا افتتحت النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المغربية من طرف وكالة التنمية الفلاحية وشركائها. وتروم هذه المباراة إلى تثمين المنتوجات المحلية وتحسين دخل التعاونيات والشباب خاصة التعاونيات النسائية، كما تعتبر من بين أهم الوسائل المساهمة في تعزيز تطور قطاع المنتوجات المجالية المغربية. هي مباراة سنوية اللي كنقوم بها كآلية لتنمية القطاع ديال المنتوجات المحلية والمجالية للقطاع يعني الفلاحي، وهي استراتيجية اللي داخلة في الجيل الأخضر أولا تثمين ديال المنتوجات المحلية وبناء على المعرفة المحلية، يعني واحد الآلية اللي كتعطي لنا تحسين الدخل للمستفيدين وخصوصا التعاونيات اللي فيها تعاونيات نسوية وفيها كذلك الشباب. من كل جهات المملكة تنافست المنتوجات المجالية في الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية التي سجلت رقما قياسيا مقارنة بالدورات الخمس السابقة، وشكلت حافزا حقيقيا لتعزيز روح التنافسية بين المنتجين، فضلا عن تسليط الضوء على المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي يبذلونها لتطوير جودة منتوجاتهم، بالإضافة إلى خلق مداخل للعالم القروي. فهذه الدورة هذه السادسة فيها أرقام قياسية، بحيث أنه 1214 منتوج مجالي يعني اللي كيتباراو في هذه الدورة، واللي كتنتجهم 348 مجموعة منتجة من تعاونيات ومن مجموعات ذات نفع اقتصادي وكذلك شركات. وخلال هذه المباراة ستتنافس مجموعة متنوعة من المنتوجات بما في ذلك الأرجان والعسل وزيت الزيتون والعديد من المنتوجات الأخرى. هذه عملية تذوق تكون فيها المنافسة، ولذلك يتنافس المتنافسون، يعني باش تكون واحد المنافسه اللي هي شريفه ديال التعاونيات من بين التعاونيات على الجوده من طبيعه الحال. وهذا الشيء راه يعني صحي، وهذه يعني العمليه دابا ربما الرابعه. هذا الشيء راه هاد الناس اللي اختاروا هاد العمليه ديال التذوق راه جات في المحل ديالها. وتعرف هذه المباراة حضور مختصين في الطبخ من أجل تذوق المنتوجات المعروضة والوقوف على جودتها وتقييمها. احنا هنا في النسخة السادسة للمباراة الوطنية لي برودوي التروار ديالنا، باش تنقيموا البرودوي ديال الجمعيات لي زاسوسياسيون اللي تيكونوا عندنا في البلاد. احنا جينا في المثل تاع الكسكس الخماسي، كيف ما كنعرفوا برودوي جديد اللي داروا دي زاسوسياسيون اترافيغ هاد لي زاسوسياسيون نهض بالمرأة القروية. وفي ختام هذه النسخة سيتم منح ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل المنتوجات، وستعرف أيضا منح جوائز التميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين، كما سيتم منح جائزة خاصة بالابتكار من بين المنتوجات الفائزة.